السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قيمة أنصار فريق الرجاء الرياضي والدعم الكبير للاعبي الأخضر في منافسات كذلك نادي السيما، أسماء التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية، الدقيقة الأولى، الومضة الأولى، الفرصة الأولى، المناوز ممتاز. محمود بن تايك، العرضية بن تايك ولكن فيها إبعاد بن تايك، بوزوق بن تايك، يصعد بن تايك في هذه اللحظات قبل الإصابة. مشاهدينا الكرام في أسماء أخرى بالمناسبة وضغط هجومي لتسجيل هدف مبكر وممكن الجول. نعم، الجول الأول، المباغتة الأولى والومضة الأولى. مشاهدينا الكرام، حمزة خاب يفاجئ الدفاعات ويباغت حارس المرمى مودو كريتس. نعم، 1-0، هدف مبكر كنا ننتظره يا حمزة يا خابة. الهداف نعم للرجاء الرياضي يفتتح العداد، وأول هدف للأخضر في دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا. عنصر المباغتة هنا حمزة خاب القناص، يخطف كرة بالراس وبالتالي باغت 4 مدافعين. شوف الإعادة هنا، يتخلص من الرقابة الراسية سوى التموضع للكرة في الجهة اليسرى. هنا بنتاي تمشي أمامية، هنا محاولة اللحاق بها من زكجاء الرياضي. هنا الكرة الأمامية والمتابعة والثاني جول، والثاني جول. الثاني لم يتأخر هذه المرة جمال حركاس. هل نحن على موعد مع حصة كبيرة؟ هل نحن على موعد مع فيستيفال أهداف؟ 2-0 في ظرف ربع ساعة. مشاهدي الكرام، هو السجدة للمولى تعالى هنا من جانب جمال حركاس وبقية اللاعبين. انهيار مع البداية، وتساءل هل اليوم الرجاء في طريق مفتوح وبشكل مبكر نحو الانتصار؟ شوف الأخطاء، الكرة الأولى تضرب في القائم والثانية في متابعة من دون رقابة من جمال حركاس. هذه الإعادة مرة أخرى، حمزة خاب القانا من جانب اللاعب كيتسا كاليوانغو يأوي حمزة خاب في الاستلام. حمزة يمر ركلة جزاء لفريق الرجاء الرياضي. الكرة الأمامية فيها تغطية، تابعة هنا كانت ممتازة. زكريا الهبطي لا زالت رجاوية لحق اللاعب أولو، وسط الكرة لبدوي بداني يسعى تالي التنفيذ. هنا تسدد إذا تتواصل المباراة 10 دقائق في ظل غياب الرقابة. الانسلال، عرضية في القائم الثاني، الهابطي يضغط. هذه ممكن جول الثالث قبل نهاية الجولة الأولى. محمد زريدة يمنح الكتيبة الرجاوية ثالث الأهداف بصورة رائعة جدا. تيكي تاكا ودقة بسرعة، الراجا يمشي الأمام، سير الراجا للأمام، والثالث والشباك تهتز للمرة الثالثة قبل دقائق من نهاية الجولة. يسري بوزوق يستفيد من كرة الهابطي حتى لزريدة من دون رقابة. عنده مشكل كبير في الدفاع، يعني نتكلم عن منظومة كاملة لفريق فايبرز فيها خلل. يلعب على الجهة اليسرى، النهيري سيلعب على الجهة هذا ولاعب أولو. الحفيدي لفترات متقطعة، إلى الحفيدي في وقت من الأوقات مكانه غاندي، وبالتالي على لاعبي الرجاء أن يكونوا حذرين من تدخلات الفريق فايبرز. حذاري من العرضية، فيها عرضية وأول كان ذلك في 2013 بجلان بهذه الكيفية لوجود وضعية تسلل. حمزة خابة محاولة التسديد أكثر في عملية قطع الكرات وافتكاك الكرات وعملية محب. هنا الكرة الأمامية لفائدة فريق فايبرز. التصدى للكرة الماضية بعد مجهود من زكريا الهبطي، قد تكون في دبي قبل مواصلة المشوار إلى طويل فريق الرجاء الرياضي. بينما لدينا كرة وضاعت منه، ليس هناك خطأ ملعوبة بالسرعة. الرابع ممكن في منطقة المعاريف الشهيرة في مدينة السلام. على المرور من محمد زريدة، لمسة فنية جميلة جدا. هنا فيها مراوغة، هنا فيها مرور، هنا فيها انسلال، هنا فيها رابع. وصلت على الجهة اليسرى محمد النهيري يحاول المرور، لكن في افريقيا 2025 هنا كرة الرابع جول
أول الرابع رجاوي، الرابع رجاوي، لمسة فنية جميلة جدا. يسري بوزوق يتوج هذا الأداء الهجومي الرائع. يسري بوزوق فعلا يمنح رابع الأهداف وبصورة مميزة بعد أسيست وبعد تمريرة مليمترية سحرية حريرية. لاحظ معي اللمسة الفنية من حمزة خابة. الله، حمزة خابة يا سلام على الأسيست، يا سلام على التمريرة المليمترية الذكية الرائعة. حمزة خابة يسجل وحمزة خابة يصنع ويسري قادمة، لكن قبل تبديلات الكرة في العمق ولكن خروج من جديد. هل يأتي الخامس ممكن الخامس الركنية هون اللي مرفوعة، الرأس وصلت على الجهة اليسرى في اتجاه لاعب يسري بسرعة، ولكن عنده دقائق أخرى. أناس سيد الجميل، لمسة واحدة، مراوغة ممتازة. بن جديدة الكلام عن حسنية التنظيم للكأس العالم لزكريا الهبطي مع الحفيظي من فريق فايبرز. هنا الكرة البينية ممتازة لزكريا. لا زالت هذه الإعادة مرة أخرى للكرة ديال الهبطي سدد الكرة، وكذلك اسماعيل تلعب هذه الركنية من الحفيظي والرأسية تصدى. لا زالت رجاوية، الأجمال زالت قائمة. أهولو يسجل خامس أهداف الرجاء الرياضي، يمينية قوية. أهولو هلالو في كرة نعم لروجر أهولو يسجل خامس أهداف لتتواصل هنا مسيرة الرجاء على مستوى التسجيل. الإعادة مرة أخرى، العرضية وأولو في الاستلام وسددها بطريقة رائعة. مجهود كبير قام بلاعب محمد النهيري. أولو من دون رقابة، هذه ذكرتني بهدف الجانبية كيتزا، كانوا يلعب ركنية باسم الآخر فايبرز الآن في الهجوم، والكرة تخرج إلى الدار برغيت زكريا معا داخل منطقة مستوى دوري أبطال إفريقيا. هنا تلعب الركن. أولو يأمن الكرة. تسعى الفكرة والبن جديدة